مساء الفل عليكم يا شباب. طالع لكم لايف اتكلم معاكم في موضوع، يعني ندردش مع بعض كده، واعتقد ان الموضوع ده يمسنا كلنا كأسر مصرية. اتمنى بس ان الناس كده تظهر واشوف في حد سامعني ولا لا. في حد موجود ولا ايه القصة؟ تمام، ايه الصوت؟ تمام، كله تمام، ابدأ. نبدأ نتوكل على الله. نبدأ يا شباب. نتوكل على الله. بصوا يا جماعة، انا هتكلم معاكم بكل صراحة وبكل موضوعية، واعتقد ان احنا كلنا في نفس المركب. انا قاعد بيني وبين نفسي كده، وبعدين فكرت ايه سبب خراب البيوت في مصر. ايه اللي ممكن يوصل شاب وشابة لسه في بداية عمرهم، يا دوبك ما كملوش سنة في الجواز، ان هم يتطلقوا؟ طيب، احنا تعالوا ناخدها واحدة واحدة. انا اكتشفت ان احنا في عندنا كارثة في مجتمعنا المصري. دايما المشكلة دي بتحصل عندنا هنا بس كمصريين، وهو اعتقاد ان بيت العيلة ومفيش غير بيت العيلة. انا لما قعدت فكرت كده، يعني في بيوت كتير في الفلاحين اكتر، وبعد كده الموضوع بدأ يمتد للمدينة، لان يعتبر ان المدينة امتداد للفلاحين، لان تعتبر المدينة بدأ استعمارها من الفلاحين بشكل كبير. لقيت ان زمان كان عندنا مصطلح بيت العيلة. كان الاب الشديد اللي بيجيب العزوة، وبعد كده العزوة دي كلها في بيت واحد، كل واحد من ولاده الصبيان بيجوزهم ويبقوا معاه، كل واحد بياخد أوضة، بيتجوز وبيخلف، كله تحت طوعه، كله تحت جناحه، علشان ان هو الأب المتحكم في كل شيء، اللي هو قدر ان هو يكون الأرض، والأرض اللي صرفت على البيت، والأرض اللي جوزت الولاد. وبالتالي أصبحت تبعية الولاد لأبوهم غصب عنهم، رسمي. خلاص، انا اللي بنيت، انا اللي جهزت، انا اللي جوزت، انا اللي علمت، ومش كده وبس، ومالكش اي شيء انت كمان، ده انا هعلم لك ولادك كمان. فاصبح ان الاب اللي هو العصب هو المتحكم في كل شيء، فهو اللي بيجوز وبيجهز وهيربي الاحفاد كمان. فطبيعي مرات الابن هتعمل ايه؟ مرات الابن كل دورها ان هي هتبقى خدامة البيت. يعني لو في اتنين صبيان اللي هم بيقولوا عليهم اتنين رجالة، تلاتة رجالة، أربعة، مراتاتهم خدامين البيت. خدامين البيت في كل شيء، بداية من ان هم هيبدأوا يعني يرتبوا الأدوار. مين هتخبز، مين هتكنس، مين هتغسل، مين هتسيق، مين هتنظف، مين هتعمل، مين هتروح الغيط. فخلي بالكم ان الدور ده وبيت العيلة والكلام ده كله، احنا بس الشعب الوحيد اللي بيعمل ده. وده علشان ايه؟ علشان الاب هو اللي قدر يجهز ويجوز الولاد. خلي بالكم بقى، الابن اللي نشأ في البيئة دي وابوه المتحكم الوحيد في الموضوع، عمل ايه هو كمان؟ لما الاب ده مات وخد الورث بتاعه، قام واخد بعضه ورايح بني له بيت دورين ثلاثة، ومارس نفس الدور اللي ابوه كان بيمارسه.
فأصبح هو كمان متجوز وجوز ولاده، وكمان أصبح بقى الموضوع بدل ما هو بيت عيلة، لا احنا بقينا ايه يعني، بقينا ألا فرانكا شوية. يعمل ايه بقى؟ الدور الأولاني اللي هو بتاع الأم والأب الكبار وجوز ولاده في نفس البيت، كل اللي في البيت تحت طوع اللي في الأرض. أصبح دورهم هما كمان ان انت اصحي الصبح الساعة 6 الصبح، انت هتساعد جوزك يروح شغله، هتنزل لنا هنا بقى دبان طول اليوم، ما تطلعيش على شقتك غير بعد ما تخلصي اكل وشرب وكنيس وغسيل وخبيز وغط وبهايم وكل حاجة. انا طبعا انا بكلمكم بصفتي ان انا من بيت فلاحين ومن بلد فلاحين. اللي انا بتكلم فيه مش غريب علينا. هتقولوا طب انت اللي انت بتتكلم فيه ده ليه؟ اقول لكم لان بكل بساطة اللي حاصل ده هو سبب خراب البيوت حاليا في مصر، واللي حاصل ده هو اللي بسببه شفنا محاكم الأسرة اشتغلت، وشفنا فرش وعزال وأسر بتتدمر نتيجة ان اب كل رسالته في الحياة ان انا ازاي اعمل ارض وازاي ان انا اعمل بيت واخلف، وابني في مقابل ان انا عملت له شقة وجهزته وجوزته وعملت له فرح، مراته هتبقى خدامة البيت. خلي بالكم ان في نفس الوقت اللي بيمارس الدور ده على البنت اللي داخلة البيت جديد، في نفس الوقت فيه بيوت تقول لك ايه، تقول لك هي جاية خدامة للبيت، هي جاية خدامة للي هنا. ومش كده وبس، ده كمان لو ليهم بنت متجوزة بره، فرض على اهل البيت ان هم يخدموا اللي جايه دي، لان هي تعتبر بالنسبه لهم اصبحت ضيفه. خلي بالكم، بما ان هي اصبحت ضيفه، فهي وولادها واللي بيخربوه بيكسروه بيدغدغوه فرض على الخدامين اللي في البيت ان هم يعملوه، لان دي اخت جوزك ده جايه ضيفه. خلي بالكم ان اللي بيحصل ده ما بيحصلش غير هنا بس. طيب انا كراجل متجوز انا دوري ايه؟ دوري في الحياة ان انا ارتضيت بالامر ده، ان انا ابقى كده، وبالتالي مراتي تبقى كده ومراتي تبقى خدامة، ومن هنا بتحصل المصيبة. ايه المصيبة؟ ده مراتك بعد انت ما رحت الشغل نازلة الساعة 9، نازلة الساعة 10. ده مراتك ما عرفتش ان هي تقابل عمتك فلانة اللي كانت جاية تقعد معايا شوية. ده مراتك كسفتني قدام الجيران في ان هي كانت غاسله الغسيل ونشرته ونزل ميه عامله كده وشكل الغسيل كان عامل كده. ده مراتك ده مراتك ده مراتك ده مراتك، واصبحت ان مراته تحت الميكروسكوب. الهمسه واللمسه والنفس معدودين عليها علشان خاطر ان هي مرات ابننا اللي احنا جايبينها خدامه. مع ان خلي بالكم في نفس الوقت اصحاب البيت دول لما بنتهم بتتجوز في بيت تاني وبيحصل نفس المشكلة اللي هي عاملاها، يقولوا ايه بقى؟ يقولوا ده احنا بنتنا مش جايه لكم خدامة، لا ده مش فرض على بنتنا ان هي تعمل كده. طب انتوا ازاي بترتضوا على نفسكم ان انتوا تعملوا كده اصلا في ولاد الناس؟ لا هو فرض. ليه؟ علشان هما اللي جهزوك وجوزوك وصرفوا عليك. طب احنا نتيجة ده وصلنا لايه؟ وصلنا لارتفاع نسبة الطلاق، وصلنا لارتفاع نسبة خراب البيوت هنا في مصر. تعالوا بقى مقارنة بالوضع المشين اللي احنا فيه هنا في مصر بالأجانب بره. عمرك ما هتلاقي راجل كبير في السن أجنبي يقول لك أنا بشتغل شغلتين ورا بعض علشان خاطر أجهز وأظبط مستقبل ولادي. ما عندوش القصة دي، مفيش الكلام ده. هو المصري بس الوحيد في العالم اللي هتلاقيه عامل كده وتاعب قلبه وباله وراحته. ولما تيجي تقعد معاه بعد ما بلغ ال70 وتقول له قول لنا ايه الحلو في حياتك، هيقول لك انا ما شفتش حلو في حياتي. ليه؟ علشان بيتكالب على الحياة
وبيجري والحياة بتجري وراه. خلي بالكم، انا بعمل علشان خاطر ولادي، وانا بعمل علشان اساعد ابني واجوزه واجهزه واعمل له شقته واعمل كل ده. الاجنبي ما بيعملش الكلام ده كله. الاجنبي هو بيأمن مستقبل نفسه وحياته، يقدر يعيش حياة كريمة هو ومراته. بعد كده ابنه لما بيوصل 18 سنة، فابنه ده بحكم الطبيعة بيبدأ ان هو ينفصل عنه، فيروح يشوف مستقبله، يشتغل ويقع مرة ويقوم ويقع ويقوم ويجهز نفسه ويستقل بحياته ويتجوز ويخلف في حياة لوحدها. والدليل على كلامي ان دايما كل واحد سافر بره واتغرب وخد مراته معاه حياتهم ناجحة. اي نعم العيشة بره غالية، بس حياتهم ناجحة. ليه؟ لان الزوجة بره هي عايشة فقط لزوجها وولادها بس، مش مطلوب اكتر من كده. لكن هنا في مصر مفيش الكلام ده. الزوجة بمجرد ما بتتجوز وبتدخل البيت ما بقتش لزوجها بس، لا، ده بقت لزوجها ولحماها ولحماتها واخوات زوجها لما يجوا مثلا زيارات، او لو موجودين اقامة معاهم. فرض عليها هتبقى الخدامة، مفيش حل تاني. اي نعم في بيوت، انا معاكم ومتأكد مليون في المية ان مش كله ومش بعمم، في بيوت هم عايشين على ان مرات الابن تطوعا منها وتكرما وتفضلا، ان عملت بتعمل باصلها وفي مقدار المستطاع. ما قدرتش تعمل خلاص ما تعملش. وانا هقول كلام للستات الكبار في السن اللي هم حاليا نسبة اصلا اللي بيجوزوا ولادهم ممكن تلاقي عندها 30 35 سنة وعندها ابن كبر واتجوز وبيخلف وحياته مستقلة. ما تعيشيش دور الست الكبيرة في السن وانت لسه ما كبرتيش في السن. يعني طول ما انت قادرة واقفة على رجليكي وتقدري تعملي في البيت اعملي. مش لازم انت بمجرد ان انت ما جوزت ابنك بقيتي حما تعيشي في دور الست اللي اتستتت وقعدت وخلاص وكفاية اللي انا عملته. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت لسه 40 45 و50 سنة، يعني نقدر نقول ده انت لسه في عز ايامك. فما نعيش دور الحموات اللي هي انا كنت بجوز ابني علشان اتستت. تستتي من ايه؟ انت لسه في عز شبابك. في ناس بتعيش الدور ده وفعلا بتخرب على اولادها. وخلي بالكم، تعالوا بقى في محاكم الاسره لما بتحصل الكارثه وبيقف على الطلاق وان احنا خلاص احنا لازم ننفصل، فيقول لك ايه؟ يقول لك امال انا كنت بجوزه ليه؟ انت كنت بتجوزه ليه؟ علشان يكمل نص دينه زي ما بنقول، وان حياته تستقر، وان يبقى فعلا بدل ما هو متصرمح في الشوارع، لا بقى في بيت واسره هو مسؤول منهم. وبدل ما كان كل هدفه في الحياه القرشين اللي يجيبهم يصرفهم على نفسه وعلى اصحابه، لا، في بيت مسؤول منه هيصرفهم في البيت. هي دي رسالتك بس. لكن مش ان انت انا كنت بجهزه ليه علشان تعيشه في ذل هو ومراته. لا، لا، الاسر مش كده. وبنبني الاسر غلط وبمفهوم غلط. زي ما قلت، احنا بنبني الاسر بمفهوم بيت العيله بتاع زمان اللي هو اصلا انقرض، اللي هو اصلا مش موجود. فاذا انتوا تعالوا نتعلم ونفهم ونتفاهم ان انت بتأدي رسالتك في الحياة. عايز تبني لابنك بيت وشقة وتجوزه بنت ناس محترمة، مش بتجوزه خدامة، مش بتجوزه واحدة شغالة في البيت. لا، انت بتحصن ابنك ان هو يعمل الغلط بان انت بتجوزه. مقابل ده انت دخلت بيتك بنت ناس وارتضيته. بما انك ارتضيت ان هي تبقى بنت ناس، يعني معنى كده ان لو هي قيمتها مش من قيمتك وراسها من راسك، المفروض ان انت مش هتدخلها البيت. انت مش هتروح تجيب واحدة اقل منك علشان تعايرها وتقول لها ده انت كنت في بيت ابوك كذا. لا، لا، الناس ما بتتحسبش كده.
والامور ما بتتاخدش بالشكل ده. فاذا يا جماعه اللي عايز يصوم بيته وعايز يقلل نسبه الطلاق وعايز يقلل نسبه المشاكل يبقى فاهم كويس جدا انت تكرما وتفضلا منك ساعدت ابنك وجوزته وجهزته وبقى معاه زوجة ما تقللش منه ولا من مراته قدام الناس الأغراب إن أنت معاك جوز خدامين في البيت اللي هو ابنك ومراته. وأنا زي ما قلت لكم الأجانب مش كده خالص، الأجانب ما بيتعاملوش كده خالص. والدليل إن أنت بمجرد ما الابن انفصل عن البيت وراح وانطلق وشاف حياته مفيش بقى حكاية ان انت تعالى وبص على ابوك وبص على امك وتعالى اخدم امك وتعالى اخدم ابوك ومراتك اللي انت اتجوزتها في ولاية تانية تيجي وتخدم امك. مفيش الكلام ده كله، مفيش الكلام ده كله. في ان انت طول ما انت قادر وواقف على رجليك وتقدر تعمل اعمل، وما تطلبش من حد يعمل. اي نعم انت لما تكبر في السن وفعلا توصل من العمر ارذله اللي هو غير قادر على الحركة فرض علينا ان احنا نساعدك ونقف معاك ونعينك ونشيلك لكن طول ما انت قادر تمشي على رجليك وانت يا ام تمشي على رجليك خلاص يبقى ما تحمليش الناس فوق طاقتها. يعني اعتقد ان انا كده رسالة وصلت. المقصود من كلامي ونهايته ان انا زي ما بقول ان سبب انتشار نسبة الطلاق خاصة في الفلاحين هو ده الدور اللي بيمارس على مرات الابن ان احنا جوزنا ابننا خدامة او جوزنا بنتنا لناس مش كويسين. بس ده اللي انا كنت اقصده واتمنى ان انا يكون كلامي مفهوم وليلتكم زي الفل.